سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمطار نمدي أزكيو الدولي في أبوجا حل جلالة الملك محمد السادس نصره الله في زيارة لجمهورية نيجيريا الاتحادية، هي الأولى من نوعها لهذا البلد الإفريقي الصديق. يجد جلالة الملك في استقبالها السيد يامي أوسنباجو نائب رئيس الجمهورية، والسيد محمد بيلو وزير المنطقة الترابية للعاصمة الفيدرالية أبوجا. وترحيب كبير بجلالة الملك الذي يبدأ اليوم زيارة رسمية للجمهورية النيجيرية، هي الأولى من نوعها لهذا البلد الصديق. وجريا على التقاليد النيجيرية المرعية عند استقبال كبار الضيوف، يسلم وزير المنطقة الترابية للعاصمة مفتاح مدينة أبوجا إلى جلالة الملك عربون تقدير وإجلال وإكبار لقائد كبير وزعيم محنك تحفظ له القارة الإفريقية أياديه البيضاء في العمل الدؤوب والمتواصل من أجل قارة قوية مزدهرة ومتضامنة تثق في إمكاناتها وقدراتها وتستغل مواردها ومؤهلاتها على الوجه الأمثل. هذه الزيارة الملكية الهامة في مسار العلاقات المغربية النيجيرية مناسبة لتعزيز الروابط القائمة بين البلدين الصديقين واستكشاف الفرص الحقيقية للتعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أرفع. لوحات فنية وأهازيج شعبية محلية تضفي على المناسبة نكهة إفريقية وتعكس حفاوة الاستقبال لضيف نيجيريا الكبير جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي يقوم بزيارة رسمية للجمهورية النيجيرية من شأنها أن تعطي زخما قويا لما يجمع البلدين الصديقين من روابط وما يربط بينهما من علاقات. ضمن هذه المراسيم يتقدم للسلام على جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل سفير صاحب الجلالة لأبوجا السيد محمد أوعلي تاجبا، وأعضاء السفارة المغربية بالعاصمة النيجيرية. وجمهورية نيجيريا الاتحادية هي المحطة الثالثة من المرحلة الثانية في الجولة الملكية بعدد من البلدان الإفريقية، والتي قادت العائل الكريم إلى جمهوريات رواندا، تنزانيا، السنغال، أثيوبيا ثم مدغشقر. وبعد فترة استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، يتشكل الموكب الملكي في اتجاه مقر إقامة جلالته في أبوجا التي يزورها العائل الكريم للمرة الأولى، وهي زيارة تاريخية لهذا البلد الإفريقي الصديق ستفتح عهدا جديدا في العلاقات بين الرباط وأبوجا.